السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة اتكلم برضو عن موضوع حصل لي وانا صغيرة. كنت مصاحبة اتنين، واحدة اسمها ظريفة وواحد اسمه زقزوق. ظريفة والزقزوق دولت من قصار القامة. كنت فاكراهم ان هم قد ومن سن، علشان هم طولي. انا صاحبتهم واروح كل يوم اروح اقعد معاهم في بيتهم. كان بيتهم دي أوضة صغيرة وكل حاجة فيها صغيرة. كان سريرهم صغير وكراسيهم صغيرة على قدهم. زقزوق وظريفة دولت خوات. كانوا يمشوا يستندوا على بعض، ونقول هما بيمشوا يستندوا على بعض ليه؟ ده هما لسه صغيرين وانا معرفش ان هما من قصار القامة. اروح اقول لهم ياما صحابي بيمشوا، يعني مش قادرين يمشوا مسنودين على بعض. دي تقول له رجليا وجعاني يا زقزوق، واقول لها على مهلك يا ظريف. وانا اقعد احكي لهم وهم بتضحك. تقول له وانت تعرف زقزوق وظريفه؟ قلت لها ده اصحابي، ده انا بروح اقعد معاهم يحكوا لي حواديت، وفرحانين ان انا بروح اقعد معاهم في بيتهم. قالت لي يا بنتي دول كبار، انت فاكراهم صغيرين. قلت لها ده قدي، ده طولي بالظبط. امي تضحك عليا يا عيني، تقولي ده هم دولت كبار، بس هم يعني من قصار القامة. يعني في زيهم ياما، في ربنا خلقهم كده. وانا لا مش مصدقه، واقول لها لا ده دولت قد، ده دولت من سني، ده قد بالظبط. ده انا بروح اقعد معاهم كل يوم، لحد ما هم كمان بيروحوا لي عند المدرسه وياخدوني من المدرسه اروح اقعد معاهم. يجيبوا لي حاجات حلوه، يجيبوا لي عسليه، يجيبوا لي لب، يجيبوا لي ترمس. انا بقى فرحانه بقى، دول اصحابي بقى. لحد في يوم من الايام انا رحت قعدت معاهم، وعناية راحت في النوم معاهم. هما ناموا وانا نمت نمت جنبيهم. يدوروا عليا مش لاقيين. في الاخر خالص يا عين امي قالت ده بتروح تقعد عند زقزوق وظريفة. ده زقزوق وظريفة دولت فاكراهم قدها ومن سنها. احنا نروح نبص عليهم. هما يعني كانوا قاعدين في اوضه في بير السلم، ينزلوا لها بدرجتين تلاتة كده. فرحت امي بصت من الشباك ولقيتني نايمه جنبيهم. كانوا عاملين لي الفطار غدا، اتغديت معاهم، وجايبين لي عسليه وبيحكوا لي حدوته. كانت السما قدامهم، السما بتاعتنا كانت بتاعت البلد بتاعتنا كانت قدامهم. فعاملين حته كده يخشوا منها على قدهم ويخشوا منها يتفرجوا على الافلام. فالراجل بقى بتاع صاحب السما ده عرفهم لانه ساكنين قدامه، ودولت غلابه رايحين جايين قدام. وانا اروح اقعد معاهم اتفرج على الافلام، واروح احكي لهم اقول لها يما ده امي بتحسبني بحلم. اقول لها ده انا شفت فيلم يما، بيقولوا فيلم في بيت كبير كده، بيت كبير وناس قاعده فيه، ولقيت بتاع الحيطه بتتكلم ومنوره وفيها ناس. قالت لي حيطه ايه؟ اقول لها والله في حيطه كده اهو وبتتكلم وفيها ناس بيتكلموا. وانا كنت مع زقزوق وظريفه. يا دي زقزوق وظريفه اللي انت طلعت لي بيهم. تعالي وخدتني تاني يوم وقالت لي تعالى هنروح عند زقزوق وظريفه. يا زقزوق انت عندك كام سنه؟ قال لها انا عندي 27 سنه. وانت يا ظريفه عندك كام سنه؟ قالت لها انا عندي 30 سنه. انت عندك كام سنه يا ست فل هانم؟ انا اقول لها انا عندي 10 سنين. 10 سنين من 27 ومن 30، شوفوا كام فرق سنة. وأنا فاكراهم دولت صحابي وقدي ومن سني، وعشت إن أنا فاكرة دولت من سني بالظبط. وهم فرحانين إن أنا مصاحباهم ورايحة جاية معاهم. قالوا لهم إحنا أول مرة نقعدوا ونتكلموا ونلاقوا حد يصاحبنا ومحدش يتنمر بينا. أترى يعني كانت العالم بتتنمر بيهم عشان قصر القامة، وكانت العيال تعاكسهم. انا ما كنتش اعرف الحاجه دي. العيال تعاكسهم وتحدفهم، وكانت حاجه تضايقني. اقول لهم انتوا طب هم دول زينا وقدينا والله من ساعتها وانا اروح اقعد عند زقزوق وظريفه دولت، اشوفهم هما بيسوقوا هما الاتنين معهم شنطه صغننه كده اهوت يسوقوا فيها، يجيبوا حاجتهم فيها
والله وكان أكلهم حلو وقعدتهم حلوة، وكنت فرحانة بيهم، وكانوا بيجيبوا لي عسلية. أنا كنت بقى مصاحباهم عشان العسلية؟ لا والله، كنت مصاحباهم لأنهم كان روحهم حلوة، وكان دمهم خفيف، وكانوا يخافوا عليا. كانوا صحابي ما يعرفوش حاجة زي كده، كانوا يعكسوهم ويتنمروا بيهم. وصاحبتهم بقوا يجولنا البيت وبقوا صحابنا. والحكاية دي عدت بقالها كام سنة، بقالها 30 سنة، 35 سنة، الله أعلم. وراح زقزوق وراحت ظريفة، الله يرحمهم ويسامحهم. ويا ريت محدش يتنمر بكسار القامة، لأن دومت زينا ومننا حبايبنا، ومش ربنا خلقهم كده نتنمروا بيهم؟ لا، وده كلام للكل، والاخوات الصغيرين وعيال وعيال عيال الصغيرين. اقول ايه؟ سبحان الله، له في ذلك حكم. خلقته كلها كويسة وخلقتك شريفة يا رب. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم. الله يرحمك يا زقزوق انت وظريفة. ودي حكاية زقزوق وظريفة.